العمل القادم مع الإخوان في مجلس الإدارة راح يكون عمل كبير، بالتحامنا مع الإخوان الموجودين في الإدارة والصريحات اللي أعطيتها لنا، بحيث أنها نوجد الاستراتيجية مثل أن نحن نظهر من الوضع الحالي للنادي. والله إن شاء الله يقدرنا ويا الإخوان، والتوفيق إن شاء الله من عند الله. نحن ما عندنا عصا سحرية، نحن عندنا هالشيء أقوى عن هالشيء هذا. عندنا جمهور نادي العين، جمهور نادي العين اللي هي آزر فريقه في شرق القارة وغرب القارة. جمهور نادي العين هذا ناديهم، هذا بيتهم الثاني، وهم ما لهم بد من هالنادي والنادي ما له بد منهم. واليوم لازم الكل يتكاتف، نحن اللعيبة الجمهور، بحيث ان نرد الوضع الطبيعي ويد وحده ما تصفق. وان شاء الله بعزيمة الرجال اللي في الملعب ووجود الجمهور، والجمهور ما يحتاج اني انا ادعيهم، هذا بيتهم وهذا مكانهم، هم اللاعب الاساسي، وهو هذا السلاح اللي نحن راح نحارب فيه. طول العمر، كان اليوم لك لقاء مع اللاعبين في اول اجتماع مع اللاعبين، شو كان ابرز محاور الحديث اللي كان؟ هي ما في شك اليوم قعدتي مع اخواني اللعيبه، توضح منهم بعض الامور اللي صايره، نوجد الحلول كيف انه نطلع من الوضع الحالي اللي نحن النادي موجود فيه. الحمد لله الرؤيه واضحه، الهدف واضح، وهم وعدونا انهم يظهرون من المباريات القادمه بصوره ثانيه زادت عليهم المسؤوليه. ما في شك، ما في مباراه اسهل عن مباراه. في عندنا مشاركات اسيويه، في عندنا نهائي كاس، في عندنا دوري، فلازم انك تضع اولويه شو اللي انت تريده. في عندك دوري، في عندنا بطوله اسيا، وان شاء الله الله ييم اللعيبه. ونحن اول شيء لازم نركز فيه مباراتنا القادمه اللي هي المحك الرئيسي اللي هو الدوري، هي من اولوياتنا ومن اولويات اللعيبه. اولويات المرحله القادمه تحسين الوضع في الدوري، ما في شك. خلينا نكون واقعيين، ما في شك كاس الاتصالات بطوله مهمه، لكن اذا بتقول لي شو الاهم بالنسبه لي انا اليوم، عندي الدوري اهم من هالبطوله. لكن انا مش معناته اني انا راح اقصر في البطوله كاس الاتصالات، لا، راح ابذل جهدي، لكن اولوياتي انا اني اطلع بمستوى اللي الكل عارف عليه في الدوري. والله ان شاء الله ييمنا. طويل العمر، كيف تشوف وضع الفريق في الوقت الحالي، وكنت تتمنى انك تاتي في هالوقت الصعب؟ يعقوب، متى ما توضح عندك الهدف، توضح عندك الرؤيه، انت والاخوان اللي حولك والجماعه اللي راح تشتغلون في هالمجال هذا، ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل. انت تتكلم عن مؤسسه كبيره، وهالمؤسسه هاي الكبيره هاي ما فيها يعني نحن خضنا امور صعبه، دخلنا محكات كبيره وطلعنا منها الحمد لله. وهاي ان شاء الله فتره قصيره راح تعدي، وان شاء الله العين راح يعود الكل اللي عارف نادي العين. لكن هذا ما بين من فراغ، بين من جهد كبير، تكاتف هالعين، هالنادي، اعضاء مجلس الاداره، محبين النادي، اعضاء هيئه الشرف، اللاعبين القدامى، لازم الكل يتكاتف اليوم حول النادي، وما حد اظن بيقصر في انه يكون متواجد في نادي العين. وضعيه الجهاز الفني طويل العمر في المرحله القادمه؟ بنظر ما في شيء بيتغير، الامور مثل ما هي في النادي الين ما ينتهي الموسم، ولكل حادث حديث ان شاء الله.
في عنده اجتماعات مع الإخوان في الإدارة، وإذا فيه أي قرار ولا فيه أي شيء يكون بعد نهاية الموسم. شيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، احنا نتمنى لك كل توفيق في المرحلة القادمة لنادي العين مع اخوانك في مجلس إدارة نادي العين. نادي العين ان يعود فهو قادر على العودة. عودنا نادي العين في اكثر من مناسبة عبر تاريخه